مشاهدينا ومشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا لقاء يتجدد يوميا على الهواء مباشرة، برنامج المرأة المصرية والعربية سيدتي. أهلا بحضراتكم وأسرة يوم الأربعاء، أول لقاء لنا معاكم في السنة الجديدة 2023. كل سنة وانتم طيبين، سنة خير وسعادة وحب وصحة، كل حاجة جميلة نحقق فيها كل الأحلام وكل الأمنيات. الفضائية المصرية دايما بتشارك كل المصريين في كل احتفالاتهم، في الأعياد، في المسرات وفي الأفراح. طبعا كلنا دلوقتي في هذه الأيام المباركة في شهر يناير بننتظر إخواننا المسيحيين في كل بقاع المعمورة، في مصر شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، بيستعدوا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وهم طيبين وبألف خير وصحة وسعادة. ولما بنقول الأعياد بنقول الأغاني، بنقول الترانيم، فلازم النهاردة نستمع إلى الترانيم اللي بتدق بها أجراس الكنيسة المصرية زي ما بقول في كل محافظات مصر، شرقها غربها شمالها وجنوبها. معانا النهاردة فنانين بيرنموا ترانيم جميلة، أكيد كتير منا نسمعها بس مش عارفين أصلها إيه ولا جاية منين. هنتعرف وهنستمع عليها ونقول لهم كل سنة وهم طيبين. معانا المرنمة الأستاذة نيفين إيميل. أهلا بيك يا نيفين. اهلا بيكي. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة. اهلا بيكي. معانا المرنم الأستاذ فيكتور إيميل. أهلا بيك. اهلا بيك. أهلا طبعا ده مش تشابه اسماء، هي اسره فنيه فعلا، نيفين وفيكتور. اهلا بيكم معانا. معانا طبعا الموزع الموسيقي وعازف الكيبورد الاستاذ كيرو مسعد. اهلا بيك. اهلا بيكي. يعني نقول الاول، دايما ايام الاعياد بتبقى مرتبطه بالمزيكا وبالفن وبالاغاني وبالحاجات الجميله واجواء مبهجه كده، صح كده؟ اكيد طبعا. ايه اكتر الترنيمات يا نيفين اللي بترنميها وبتطلب منك على طول وباستمرار؟ طبعا كل مناسبة ليها ترانيمها. عيد الميلاد المجيد ليه ترانيمه، عيد القيامة برضو ليه، يعني كل مناسبة ليها الترانيم بتاعتها. صح. عيد الميلاد المجيد دايما يعني بيتطلب الترنيمه اللي هي بتكون ايه، مشاركه بين الاطفال والكبار. يعني كل الاعمار بيحاولوا ان هم ايه بيرنموها يعني. عظيم. بتبقى سهله الترنيمات دي ان الكبار والصغار استاذ فيكتور يرنموها مع بعض، ولا بتبقى محتاجه متخصص؟ في ترانيم بتبقى الحانها بسيطه وكلماتها بسيطه جدا يعني، فالناس بتقولها يعني. لكن في ترانيم تنفع للكورالات الكبيره وتنفع للفرق اللي هي بتبقى متدربه، ممكن تقدمها، دي بيسمعوها. في حاجات بتتقال مع المجموعه كله بيقول، وفي حاجات خاصه بالفرق بس متخصصين. متخصصين. طيب احنا النهارده مع متخصصين وهو في نفس الوقت، يعني هم بيعزفوا الحانهم وترنيماتهم، ولكن هم واخدينها من باب الهوايه، صح كده؟ اكيد طبعا. طيب هنرنم ايه النهارده؟ هنبدا بيها حاجه تشاركنا بيها في على الفضائيه المصريه، الاعياد، كل اللي يشوفونا يستمتعوا بيها. نبدا بايه؟ مين يختار، نيفين ولا استاذ فيكتور؟ اتفضلي يا نيفين، اختاري لنا. يسوع اسمه عجيب. اتفضلي. هو اتفضلي. طبعا مع عازف الكيبورد طبعا والموزع الموسيقي الاستاذ كيرو مسعد. اتفضلوا اتفضلوا.
ولد فقير علشان بفقره نهنا زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جيل الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جيل الخلاص يا كنيسة افرحي املي قلبك أغاني بصلاتك اسهري ده عريسك جاي تاني يا كنيسة افرحي املي قلبك أغاني بصلاتك اسهري ده عريسك جاي تاني على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جيل الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جيل الخلاص. على الأرض السلام، مش كده؟ على الأرض السلام. السلام طبعا للإنسانية يا جماعة. أمتعتينا وصوتك قد كده معبر وقد كده لطيف وقد كده فيه المعنى اللي أنت عايزة توصليه لنا، السلام والمسرة لكل الناس. أستاذ فيكتور، أنت أيضا مرنم صح؟ بس العود بقى بيصاحبك في الترانيم بتاعتك، فلازم هنسمع حاجة يكون العود فيها بطل ونحس بالعود فيها، إيه رأيك؟ ماشي. نسمع إيه؟ في حاجة احنا طبعا بمجيء السيد المسيح في الأرض كان جه بالسلام. المجد لله في الأعالي والأرض السلام وبالناس المصر. فالسلام ده يعني احنا حتى لما بنسلم على بعض بالسلام يعني بالسلام طبعا. فالرب قال كده سلام أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فسلام الله ده يفوق كل عقل، يعني لما رب يديك سلام في قلبك، وده اللي الرب جه عشانه، يعني يحط سلام في كل البشر، سلام في كل حاجة. ففي ترنيمة بتقول توعدني وتملاني سلام ومعايا في كل الأيام. هنسمع فيها عود كمان؟ وده وعدك ومش كلام سور من النار على الدم. اتفضل حضرتك، اتفضل. السلام ومعايا في كل الأيام، وده وعدك ومش كلام سور من نار على الدوام. أنا هفرح بيك يا رافع راسي، انت ليا وكل ميراثي. أنا هفرح بيك يا رافع راسي، انت ليا وكل ميراثي. عينك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. عينك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. تحفظني من كل سهام في مسيري
وسط الظلام، تحفظني من كل سهام في مسيري وسط الظلام. وده وعدك تجيني أوام تمحي خوفي والأوهام. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. انا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. أخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك رب سلام. أخبر بيك وارفع أعلام واشهد إنك رب سلام. وده وعدك بالحب مقام، تغفر تشفي وتمحي أسام. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. عن قريب تنهي الألم ومعاك تتحقق الأحلام. عن قريب تنهي الألم ومعاك تتحقق الأحلام. وده وعدك يا فدي الأنام، يا على نشيدي والأنغام. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. أنا هفرح بيك يا رفع راسي، انت ليا وكل ميراثي. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. عينيك عليا بترعاني وايديك المجروحة رفعاني. طبعا أداء يعني أقل ما يوصف منه أداء راقي وجميل وأصوات مطمنة وأصوات دارسة موسيقى. أنتوا دارسين دراسة متخصصة؟ أستاذ فيكتور أيوه دارس دراسة متخصصة دراسات معهد موسيقى عربية في معهد الموسيقى العربية. آلة العود هي الآلة المحببة لحضرتك طول الوقت؟ العود والبيانو. والبيانو في علاقة ما بين الاثنين؟ والله؟ العود ده شرقي انا عارفه ان ده شرقي وده غربي، بس حضرتك طبعاً عملت علاقه ما بينهم يعني بس هما الاثنين يعني واحد، يعني في اللي بيحبهم. وتريات برضه يعني، حتى لو البيانو ده اصلا اوتار من جوه بيديك احساس برضه التاتش ريسبونس. كتير قوي من الناس ما تعرفش ان البيانو آلة وترية. لا، هو البيانو هو اصلا من جواه اوتار غير الأورج الالكترونيه، صح. لكن البيانو ده آلة فيها اوتار جوه. نيفين لما بترنمي وبتغني انت درستي انت كمان دراسه متخصصه، ولا عشان العيله عيله فنيه الفن موجود منذ الصغر وهكذا؟ اللي كان لي فضل من بعد ربنا في اكتشاف صوتي كان فيكتور للأمانة، يعني الشقيق الأكبر. كان متبنيني من سن صغير قوي، يمكن من 6-7 سنين. كان هو اللي حاول ان هو يطلع اللي جوايا بقى الفن. بدأنا بقى يعني نخدم مع بعض، ندخل الكورالات مع بعض. يعني كان هو بيحاول هو يتبناني في الحتة الفنية يعني. كمتخصص في الموسيقى المرنم أستاذ فيكتور، لما نيجي نقيم صوت نيفين كده بعيدا عن صلة الدم بقى، معلش يعني نقيم صوتها نقول هل هو صوت متخصص بس في هذا الأداء الهادي، ولا ممكن تغني حاجات من مقامات تانية؟ هي خامة تنفع لكل الحاجات، يعني ممكن توظفيها زي ما انت عايزة يعني. جميل. هي أول ما بدأت في البداية يعني
كانت معايا في كورالات الكنيسه وكده يعني. ايوه. وبعد كده دخلنا في رحلات الاستوديوهات بقى، من استوديو لاستوديو، واطلع منها حاجات يعني. وعملت البومات جميله يعني. اكيد. فهي صوتها ممكن زي ما انت تقولي لها هي هتكون يعني حسب هو أنا السلم افاجئك النهارده لو قلت لك كده صوتك شجعنا، عايزين نسمع حاجه خارج نوتة الترانيم. جاهزه بحاجه، حتى حاجه صغيره؟ حاجه اغنيه يعني. ايه رايك؟ مش جاهزه حافظة حاجه؟ بس طيب خلاص، احنا نقول النهارده حاجة. هنديكي ممكن نقول حاجه اغنيه جميله لمصر. ده هسمعها ضروري. قبل ما نطلع على الهوا على طول، استاذ فيكتور المرنم طبعا والاستاذ، الحقيقه هو قال لي في حاجه جميله جدا بتتغنى بيه حب مصر وحب المصريين بقى. مش هنتكلم على الديانات ولا هنتكلم على اي حاجه تانية، بنتكلم على الحب، حب مصر وتراب مصر، مسيحيين مسلمين اقباط، يعني كلنا دم واحد زي ما بنقول طول الوقت. نسمع على طول دلوقتي. ايه رايك؟ نسمع. يلا. في اللي هنقولها دلوقتي دي كلمات الشاعر مرقص شاكر، من الشخصيات الجميله اللي بتكتب حاجات. كانت ايام الثوره كنا بنكتب حاجات كتيره عن مصر يعني، وحاجه جميله طبعا. فهو تخيل ان مصر دي يعني حد بيسالها، تمام، وهي بترد عليه. مصر هي بتكلم حد، حوار. حوار ما بين الشاعر وما بين مصر. نسمع الحوار. فنسمع الحوار ده مع بعض. اتفضل. هتشاركي؟ يا مصر اسأل رملها عن دم سال على أرضها، وإن كان مسيحي ولا مسلم من فيهم أكتر حبها. أنا قبل منك كتير سألت وعارف إيه كان ردها. قالت لي بص على السماء تلقى الصليب حضنه الهلال، على الأرض في زرع ونما مروي بإيدين حنا وبلال. قالت لي بص على السماء تلقى الصليب حضنه الهلال، على الأرض في زرع ونما مروي بإيدين حنا وبلال، مروي بإيدين حنا وبلال. مني اللي شربوا زي بعض، مع بعضهم حفروا القنال واستشهدوا فوق ترابي وقدروا يحموا الاحتلال. مني اللي شربوا زي بعض، مع بعضهم حفروا القنال واستشهدوا سوا فوق ترابي وقدروا يهزموا الاحتلال، وقدروا يهزموا الاحتلال. ما عرفش افرق لحظة بينهم، وازاي هجاوب عالسؤال، وازاي هجاوب على السؤال، وازاي هجاوب على السؤال. جميل جدا. واحنا بنتكلم على الترانيم وبنتكلم على الترانيم دي حاجه زي اقدر اقول مجازا زي التراث كده، موجوده من القدم وحتى الان. بتحتاجوا او من وقت للتاني بتطوروا فيها، بيحصل فيها اضافات، ولا هي يعني عفوا اذا كان التعبير ده ادق، هي زي الفولكلور كده
عايشه معانا على طول، الاضافه او الحذف بتبقى يعني بتصرف؟ هو استاذ فيكتور اتفضلي. ده في ناس كتيره بتعمل ترانيم وناس احيانا بتعدل عليها يعني. بس التعديلات ما بتبقاش كبيره، يعني ممكن يغير في كلمه، تكون الكلمه دي مثلا بتغير حاجه في المعتقد او حاجه زي كده، فيروحوا مغيرينها للافضل طبعا. أكيد. ففي ناس كتيره طبعا الحاجات القديمه تلاقيها ثابته اغلبيتها، يعني على اساس بتبقى معموله بعنايه ودقه اكتر يعني. دلوقتي عشان الناس بتشتغل كتير وميديا كتير، فممكن احيانا الناس تخونها الالفاظ في بعض الجمل، فبيضطروا انهم يصلحوها يعني. طيب الترانيم اللي انت مقربه الى قلبك بقى يا نيفين وبتحبي تدندني بيها، تدندني كده في الاعياد وبره حتى الاعياد، تلاقي نفسك طول الوقت كده بتحبيها، ايه هي؟ بالنسبه للميلاد عموما يعني لو انت حابه توسعي دايره الاحتفال شويه. هو طبعا في حاجات، في ترانيم بتبقى مستحبه على قلبي، بتلاقيني ممكن نايمه صاحيه بيها، زي بتلزق يعني، بس بتاخد وقت كده تلزق معايا. ممكن تلاقيني وانا ماشيه في الشارع بقولها، في المواصلات بقولها، مع الولاد عندي في البيت بقولها. حلو. فبتكون هي يعني بتبقى ترنيمه موسميه يعني. موسميه. طب ايه الترنيمه الموسميه اللي مصاحبه لك في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ استعداد للاعياد، عيد الميلاد المجيد، جو الاعياد، راس السنه بنستقبل سنه جديده. طبعاً يعني في كده في جو عام من البهجه ومن الاحتفاليه. في ترنيمه احنا مجهزانا يمكن الوقت يلا اللي فات نختم كانت بيها. الوقت اللي فات كانت يعني لازقه معايا برضه. ليك المجد يا فدينا. هناخد دقيقه نقدر نقولها؟ ممكن على السريع. اتفضلوا يلا، اتفضل. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد، والحليقة بتردد يا عجيب. انت مشتهى الامم، فيك الامن والنعم، ليك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبدي يا رئيس السلام. أبهجتونا وبجد نورتونا النهارده في استوديو المصرية في أول حلقاتنا. إحنا أسرة الأربعاء في شهر يناير 2023. يعني ده صدفة جميلة إن تكون أول حلقة مبهجة فيها موسيقى فيها ترانيم. بشكر وجودكم معانا نيفين إيميل المرنمة صاحبة الصوت الجميل، والأستاذ فيكتور إيميل المرنم، وبشكر طبعا الموزع الموسيقي وعازف الأورج الأستاذ كيرو مسعد. شكرا لوجودكم معانا، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة. شكرا.